وانت مدرب على الفلور او حتى حد بيمرنك تحس ان التمارين كلها 3 في 10 وبتحط اي تمارين وترص وخلاص. فايه الفرق ما بين مدرب بيرص تمارين ومدرب بيحط تمارين بناء على معرفته لعلوم التشريح وعلم الحركه، وان هو شخص فاهم كل عضله في جسمه وظيفتها بتعمل ايه، وقادر يصمم برنامج مختلف لكل عميل بناء على احتياجاته. وهو ده اللي بيحصل بالظبط. اول اسبوع بتحس ان انت عرفت اساسيات جسم الانسان وبدات تخش معانا في اساس وجوهر العلوم اللي تخليك مدرب. وتاني اسبوع هتحس ان في طفره ونقله في مستواك لانك هتكون خلصت المحاضره الثالثه والرابعه، وهنا هتبقى شايف العميل وجسمك بعيون مختلفه تماما. في الاسبوع الثالث هتقول هو انا ليه ما بداتش في الكورس ده من زمان، ده وفر عليا سنين من التجربه. وفي الاسبوع الرابع هتكون اخطر واحد على الفلور او حتى في الاونلاين كوتشنج، واكتر حد مميز بين الناس اللي حواليك، وتعمل دخل اكبر بكتير. حتى لو هتنزل محتوى على السوشيال ميديا تبقى عارف تنزل محتوى هادف ليه مرجعيه علميه، وحتى لو شفت اي فيديو على السوشيال ميديا تبقى عارف مين اللي بيهبد ومين بيقول كلام صح. فمستني ايه؟ ابدا دلوقتي في خصم 50% عشان تلحق عرض الجمعه البيضاء لانه ايام وينتهي خلاص. ابدا دلوقتي ما تفكرش تاني.